السلام عليكم. يلا بسبوسة، ايه رأيكم في الجمال ده؟ يلا نشوف عملناه ازاي. يلا بينا. معانا حلة على النار فيها معلقتين كبار من السكر وشوية صغيرين من المية، وهندوبهم فيها كويس وبعدين هنكرملهم. المية دي اللي احنا هنسقي بيها البسبوسة او هنعجن بيها البسبوسة. انا ما بستعملش لبن في البسبوسة، بعملها زي المحلات بالظبط. كرملنا السكر بالشكل الجميل ده كده، شوفي اللون بقى حلو ازاي اهو. هنعملها جميلة واقتصادية جدا وهتعجبك قوي. اللون بقى جميل كده. هننزل عليها بكوباية من المية، واللي هيدينا الطعم كمان زي بتاع المحلات معلقة من العسل النحل. هننزل عليها بمعلقة من العسل النحل، هتدي طعم ولون وكل حاجة جميلة جدا. خلاص كده هنقفل عليها ونجيب الشربات اللي هنسقي بيه البسبوسة. معانا 3 كوبايات من السكر، وعليهم 3 كوبايات وربع من المية، وبعدين اهو هنقلبهم كويس جدا وهنسيبهم ونحط عليهم رشة من الفانيليا ورشة من القرفة ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، بس مش هنحطها دلوقتي. هنغطي عليها تغلي بس الأول. اهي غليت، ننزل عليها بعصرة ليمون وبعدين معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهنسيبها تغلي 5 دقايق بالظبط. وأول ما تعدي 5 دقايق هتقفلي عليها وتشيليها من على عين البوتاجاز. عندنا هنا نص كيلو دقيق سيمولينا سميد، الأول قشطة، 3 معالق جوز هند، معلقة واحدة من الدقيق كبيرة، وعندنا معلقة بيكنج باودر صغيرة، وعندنا رشة ملح، وعندنا معلقة سكر عادية، وعندنا 140 جرام سمنة، وادي المية المكرملة. هننزل بالجوز الهند ومعلقة الدقيق الكبيرة، وهننزل بمعلقة البيكنج باودر الصغيرة، وهننزل بمعلقة السكر السنترافيش، وهننزل برشة الملح، وهننزل برشة من الفانيليا مش كتير، ما تكتريش. وهنقلب المواد الجافة كلها مع بعض. ليه معلقة دقيق؟ لأنها بتخلي البسبوسة طرية دايبة مرملة، لكن في نفس الوقت مش مفرولة. المعلقة دي بتفرق قوي قوي معاكي. هننزل ب140 جرام من السمن البلدي، ولو مش متوفر هتنزلي بسمنة عادية جدا اللي هي السمن النباتي على حسب المتوفر، لكن زبدة لا، ما ينفعش. هنبسوهم، ولازم تبسي هنا بايدك، وانا هنا مستخدمة جلافز ومش بحب الجلافز لاني الحقيقة بيفضل ماسك شوية فيه مواد جافة ومش بتدوب بسهولة، وهتشوفيه دلوقتي في الفيديو. مرضتش اقطعها عشان تشوفيها. طبعا زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة، مفيش احسن من ايدينا ولا انضف صراحة. ما علينا، بس هنا خالص بقى زي الرمل المبلول. عندنا هنا دلوقتي هنجيب معلقة من القشطة، معلقة صغيرة كبيرة مليانة كده، تمام. وهندعكها بس كده بسيط بين ايدينا وننزل بيها ونتأكد ان هي وصلت لكل الخليط بتاعنا بتاع السمنة ودي السيمولينا او السميد. ولما هنطمن ان احنا بسناها حلو، ما تخافيش مش هتعمل عرق لان احنا ما في حطيناش اي سوائل. اهي بقت زي الرملة، بصي اهو. هننزل بقى هنا بمعلقة بكوباية العسل او كوباية العسل المكرمل يعني اهو بالشكل ده. كان في جوز هند واحدة خشنة كده كبيرة شوية فشلتها لاني مش مستحب، يعني لازم جوز الهند يبقى ناعم، ولو مش حابة جوز الهند شيليه. نزلنا بالخليط اهو، بصي جميل ازاي. هنا بقى ليه مش بحب الجلافز؟ عشان بيبقى ماسك فيه شوية من المواد الجافة، ما بتبقاش يعني مختلطة كلها بالمواد السائلة، فبتضايق بصراحة. اهو بصي نزلت ازاي من الجلافز، بس هنشيلها برضو لانها على الوش اهو. ده دقيق بس، ما يعني ما تعجنش كويس مع الباقي.
بس شلناها فردناها في صينية، وهنجيب هنا شوية من اللوز او البندق او السوداني او اي حاجة، ونبدأ ان احنا نرصه كده على الوش، ولو سادة برضو هتبقى جميلة. فرن حامي على درجة حرارة 200، وندخلها نص ساعة ونطلعها نسقيها بالعسل اهو، تسقيها بالشربات بتاعك كله. وهنا نبدأ نقطعها بس بعد ما تبرد. شوفي جميلة ازاي. انا مش بحب اطول عليكم الفيديو، بس هكتب لكم كل حاجة في الديسكريبشن بوكس. شايفة الجمال. الفرن طبعا درجة حرارة 200، واول ما بتخرجيها بتغطيها بفويل وتخرميه من فوق عشان ما تعرقش منك الصينية وتبوظها. وبعد كده 10 دقايق بالظبط وتشيليها وتسيبها وتخليها تبرد بقى، وهي ايه متعرية كده في الجو، يعني مش متغطية بحاجة، وهتبقى طرية معاكي وتجنن. انا هنا كنت صايمة الحقيقة، كنا صايمين كل سنة وانتم طيبين، احنا في رمضان فصايمين، فعشان كده معرفتش ادوق منها ولا اقطع لان كان جاي لي ضيوف، بس خليت حتة على جنب هقطعها واوريها لكم، اوريكم ازاي شكلها جميل ودايبة خالص. بصي هنا حبيت اوريكي الظهر بتاع، شايفة اللون جميل ازاي وموحد اهو. شايفة ايه رأيك بقى في الجمال ده؟ بصي بقى، خدت حتة اهي صغيرة وهجيبها علشان اوريكي ازاي دايبة ومتماسكة وفي منتهى الجمال. شايفة ايه رأيك بقى؟ كل سنة وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وما تنسينيش بلايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وكنت معاكم المصريكانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم. مع السلامة.